عام 1945 ناكازاكي وهيروشيما باليابان ضربوا بقنابل ذرية أدوا لدمارهم بالكامل، لدرجة أنه توصف هاي الكارثة بأكبر كارثة إنسانية مرقت على وجه الأرض. بعد بفترة قريبة جدا تحولت اليابان لأنه يوصفوها بكوكب اليابان على قد ما صار في تطور وحداثة في اليابان. بتعرفوا كيف صار هذا التحول؟ باستراتيجية التعليم. وقتها اليابان حطت سياسة معينة انه نحن رح نهتم بالقطاع التعليمي، لاننا مؤمنين انه مستحيل نحن نقدر نبني البلد الا انه نهتم بالتعليم فيها. وهذا الشيء اللي خلى اليابان تتحول من دولة مدمرة بالكامل لفترة قصيرة جدا لأحد أكثر الدول تطورا وحداثة في العالم. اليوم نحن بسوريا من بعد منظومة قتل كانت حاكمة البلد لأكثر من 60 سنة، مع الأسف نحن في وضع يعني ما كتير نحسد عليه. اليوم لو بدنا نتطور، اليوم لو بدنا نحن نصير مثل اليابان ومثل هي الدول المتطورة اللي بنتغنى فيها، لازم نهتم بالقطاع التعليمي، لازم نهتم بالأستاذ قبل الطالب. اليوم مع الأسف في كتير مدارس بسوريا الأطفال فيها عم يدرسوا على الأرض، ما عندهم مقاعد، ما عندهم دفاتر، ما عندهم كتب، ومع هيك مستمرين. بعد الحرب العالمية الثانية ألمانيا واليابان وهي الدول درسوا أطفالهم حتى في أقبية المنازل، بالخنادق، بالأنفاق اللي كان أساسا عم بيحاربوا فيها. فاليوم نداء لكل مسؤول عم بيشوف هذا الفيديو، نداء لمحافظين كل محافظات سوريا، نداء للرئاسة. اليوم لو نحن بدنا نطور البلد لازم نهتم بالقطاع التعليمي. الحملات اللي جمعت ملايين ما شاء الله بسوريا لازم هدفها الأول تكون القطاع التعليمي. حرام إنه نحن إلى الآن في عنا أطفال عم يدرسوا على الأرض، ما عندهم مقاعد يقعدوا عليها. مثل ما اليابان قدرت وألمانيا قدرت وكتير دول تانية قدرت، نحن كمان رح نقدر لو اهتمينا بالتعليم.